كيفاش معشرة الثوار؟ رجع لكم عاوتاني فيديو جديد. وقبل ما نبداو هاد الحلقه هادي معشرة الثوار ضروري خاصني نطلبكم واحد الطليبه الا جات على خاطركم. فراكم عارفين الحاله، راه اخر فيديو لخصت لكم داكشي كامل اللي وقع ليا، عشان سترايكات زيد عليها الغبره ديال اكثر من 120 يوم، يعني الريتش غادي يكون مقتول. فالمطلوب منكم معشرة الثوار حنبوكم الا بغيتو لايكات، تعليقات، بارطاجيو الحلقه الا بغيتو. ايوا شي حاجه من غير هادشي هذا معشرة الثوار اش نقول لكم، ندخلوا لصلب الموضوع. الفيديو ديال اليوم غادي ندويو على القضيه تاع الياس المالكي. بزاف منكم اللي يقول لي صباح الخير تا يلاه طفات عليك الشمعه وجاي تهضر. ماش نقول لكم راه وقعوا شي بلانات ليا اقسم لكم فمي بالله دابا الا عاودتها لكم راه ما غاديش تشيقوا. تقريبا هذه شي 15 يوم كنت في الترام راكب عادي بخير وعلى خير في الترام، مربع يديا بحال هكا، حتى الترام هو يوقف قدام واحد الفيروش. ما غادي نهز راسي بحال هكا نشوف في اول طوموبيل غادي نلقى خو الياس المالكي ادم سايق واحد المرسيدس. انا طحت لي الطران في راسي، قلت هذا سايق مرسيدس عندنا هنا في كازا، يعني سواء انه جا عند خوه العكاشه ولا ان راه خوه راه ديجا معتقل في سيدي موسى في جديده. المهم ما يمكنش ان الياس المالكي غادي يكون في الحبس وخو ادم كيزها بطونوبيله. هي الصراحه الطونوبيل ما كانوش فيها الدريات، الصراحه ديال الله كانوا فيها شي دراري. ما كنشوف الفرحه في وجه خو الياس المالكي، فهمتي، سايق طونوبيل وغادي على الله وصافي. فهاد الشيء هذا ما خلانيش انني ندير فيديو، حتى كتوصلني واحد الاخبار اخرى باللي ان دوك الجمعيات الامازيغيه اللي راه ناضوا رفعوا شكايه على الياس المالكي. رئيس الجماعه عندنا في البلاد فهمتي تا هو ناض الياس المالكي. وانا نقول اقسم لكم فمي بالله النهار غادي يشرج عليا لاشين ويتحيدوا منها سترايكات، من الضروري انني غادي ندوي في هذه القضيه هذه. واخا تقولوا لي اللي قلتو معطل ولا بكري، المهم جيت انا نصرح ونعبر. فكيف ما كنعرفوا ان الياس المالكي بلي انه واحد ستريمر، فراه البدايات ديالو سطح انستغرام 5 دراهم ديال كونيكسيون اللي جاب فمو يقول ما على بالوش. السيد مقبول، لقى اقبال عند الناس ولاو كيتبعوه كيضحكهم فوق فيكي. فبشويه بشويه الياس المالكي كيتدرج، فهمتي، خونا شرا سيتاب ولا كاع انتقل اليوتيوب، ما بقاش كيدور بانستغرام ولا كيستريمي. الله يسخر ليه والله يسهل عليه. الياس المالكي ماشي اول مره غادي يطيح في مشكل، قد ما الياس المالكي ديما فهمتي كان كيدير المشاكل. فنتذكروا بطبيعه الحال بعض المشاكل، من ابرزها النهار حصلنا الياس المالكي كان كيتفرج في المسخ وكان فضحوا هذاك مول التليفونات. راه علاه مشى الياس المالكي صلخ داك مول التليفونات، داز سالمه ما نض داك مول التليفونات، ما دار معاه حتى شي حاجه من غير ضربوا فيها يومين وعوجوا بحالياتهم بجوج. راك ليا نهار الياس المالكي قال لك غلط واستهزأ بالقران الكريم، زيد عليها بزاف ديال المشاكل. واخر مشكل اللي ادى الياس المالكي انه يتشد هو المشكل ديال سيمون البرقادي. من شدو عطاه سلخه ودا ليه كاسكيطه ونضادر وقال ليه سير حتى تربق وجات تاخذهم. فالياس المالكي من بعد ما دار ديك المصيبه بقى هربان، حتى من بعد سلم راسو دوز ما تيسر من السجن، خرج قلنا صافي هو يجمع راسو. ولكن اش نقول والله الياس المالكي ما عندك اخويا زهر. وراك ليا من بعد هاد المشاكل هادو اللي مر بهم الياس المالكي صافي قلنا خونا راه غادي يتبدل من بعد الخروج ديالو من السجن، يعني صافي غادي يعرف اللي عليه واللي ما عليهش. فهمتوا لافير معشرة الثوار؟ هذاك الشيء اللي كان الستريمات الاولين ديال الياس المالكي خونا بان لينا انه دخل سوق راسو، وكدوز شويه ديال الوقت عادت حليمه لعادتها القديمه. ومن هذا الشيء هذا كامل ما غاديش ننساو نذكروا هذه النقطه اللي راه مهمه واللي هي تقدر تكون خلات الياس المالكي يكون في الحبس دابا حاليا. هي ان الياس المالكي غادي يوصلوا واحد الدعوه من اللاعب السابق تاع برشلونه بيكي انه يجي يمثل المغرب في واحد المسابقه كرويه اللي راه منظمه بيكي براسو. فنقدروا نقولوا انه حساد بنادم ما حملوش الشيء اللي غادي يخلي ينوضوا يدعيوه، ما فهمتش. المهم الياس المالكي غادي يطلع مع واحد السيد شلح، غادي يبدا يعاير فيه الياس المالكي، غادي يقول لي واش الشلح كيبقى شالح، وغادي يطلع عليه بال بيان ويبقى شاد فيه، الشيء اللي غادي يخلي الناس ديال شلوح ما غاديش يعجبهم الحال بطبيعه الحال. فهنا الياس المالكي باش ينوض يطلب السماحه من الناس ديال الامازيغ وصافي ويسد فمه ويعوج بحالياته،
الياس المالكي ناض كيتعاطى مع الناس ديال الامازيغ. هذا الشيء اللي غادي يخلي الجمعيات ورؤساء ديال الجماعات ديال الامازيغ ينوضوا يرفعوا شكايه على الياس المالكي، وقالوا انه ازيد من 15 شكايه توضعات على الياس المالكي، الشيء اللي غادي يخليو ان البوليس يمشيو لدار الياس المالكي ويشدوه في عقر دارو، بحكم ان الياس المالكي راكم عارفينه كيفاش داير، يعني راه كيعرف البوليس ولا شي حاجه كيمشي يهرب. وهادشي اللي يخلي بطبيعه الحال البوليس باش انه عاوتاني ما يهربش ليهم ويبقاو كيقلبوا عليه، غادي يمشيو ليه ديريكت للدار ويجبدوه تما كاين. وبالمناسبه كحنا خرجنا بهذا الفيديو هذا كنتفاجئوا باللي كيوصلنا الخبر ديال الحكم ديال الياس المالكي انه تحكم ب4 شهور. واش غادي يدار استئناف للحكم ولا لا الله اعلم، ولكن الا تحكم عليه 4 شهور ديريكت فصافي، فالمسابقه ولا دوري الملوك ديال بيكي فراه مشات عليه ما غاديش يشارك. والصراحه ما بلان ما تجاوزها من الاخر. هادشي الا كان كيبين لينا شي حاجه فكيبين لينا الحقد ديال بنادم، باش ان بنادم يقول واحد الهضره اللي راه كتبقى في الاول وفي الاخر هضره. بنادم راه قال شي حاجه ما اكثر من هادشي ديال الياس المالكي ولا حاسب ولا راقي. واذا الا كان الياس المالكي قال الشرح كيبقى غير شلح وتعاقب عليها، اذا علاش اخنوش نهار قال لك غادي نربي المغاربه ما تعاقبش عليها؟ اللهم غادي نسكت يا معشر الثوار، اسكت. راه فمي جابها لي حتى تسترايكيت من يوتيوب وكنت غادي نمشي في طريق هادشي هذا للحبس مع جمال الفا. اذا مالنا على هاد الحاله هادي صافي ما قلتش والو، الله الوطن الملك، فهمتيني؟ فما علينا من هادشي هذا كامل. ولكن الطامه الكبرى اللي راه وصلتني مؤخرا بلي ان رئيس الجماعه عندنا في البلاد حتى هو ناض رفع شكايه على الياس المالكي. علاش؟ حيت حتى هو تقلق على هذيك الهضره اللي قال الياس المالكي. وإلا جينا نشوفوا هذاك رئيس الجماعه اللي عندنا في البلاد واو حس لي نسكت اخويا راه يستقطعنا مصيفطنا ولا شي حاجه، فهمت؟ ترى دايره بينكا، فهمتيني؟ يعني ابسط حاجه اللي هي الماء يوصلوا الديور، كاينين بعض الديور ما فيهمش كاع الماء، السقايات واكهين، الناس في 2024 وباقي كيسقيو ل4 ولاد جرار، فهمتيني؟ وهو باش انه ينوض يوفر لدوك الناس الماء ويتقاتل عليهم، فهمتي؟ لا ناض هو تا هو ديكلارا بالياس المالكي. وإلا جينا نشوفوا هاد الياس المالكي زلزال الحوزه تا هو ناض تبرع ناض ساهم. يعني الصراحه كنشوف بزاف ديال التناقضات بار البلان ديال الدراري ديال يوتيوب بلا ما نسميهم ولا كاع نسميهم احمد الصابيري، جمال الفا، فودكا ودكار وارحم اذكار وارحم. يعني خونا من اش توقع في هذا الواقع هادي ناضوا كيتضامنوا معاه، فهمتي؟ كلنا الياس المالكي الحريه الياس المالكي. ولكن مناش خونا كان كيزبل شحال هادي ما كان حتى شي واحد كيدوي عليه. علاش؟ حيت خوتنا ولاو كيربحوا مصيريفه معاه في كيك، راه هو اللي هازهم وهو اللي كيصيفط لهم بيبليك يتفرجوا فيهم. فهمتوا لافير؟ يعني بانت لي الدعوه شابعه نفاق، والله ما نكذب عليكم ومعشر الثوار. فمن هادشي هذا كامل معشر الثوار ما تنساوش تعطيوني الراي ديالكم، فالراي ديالي انا واضح، فهمتي؟ ففي الاول وفي الاخر هادشي هذا اللي وقع لإلياس المالكي ما هيت ما والو من عندي انا، وانا كنقولها وكنعاودها الا كنت كنقول هاد الهضره هادي فماشي كنلحس إلياس المالكي ولا شي، يمشي عاودها راسو إلياس المالكي. ولكن كتجيني راه ماشي بلان انه واحد يتشد على واحد الهضره اللي خرجها من فمو عادي. اباري الا جينا ندوي في واحد الموضوع اللي راه يقدر يكون الفيديو ديال غدا هو ولد الشينويه قال لك نعم سيدي كيتاجر صاحبي في عباد الله، يا الله قال لك خدام في داكشي ديال الهواده والعياذ بالله، حيدوا لها وديروا القا، فهمتوا لافير؟ يعني هذا راه باقي ما مشدودش، هذا راه باقي كيدور في المنابر ديال الصحافه ديال المرأة وما تشدش. الياس المالكي قال واحد الهضره ما لفقوا ليه 4 شهور، هو مسكين ضاع الحلم ديالو مع بيكي. انا ترى شكون اللي بقى فيا من هذا الشيء هذا كامل؟ راه على ولاد الظروف. الا خرجت انا دابا كندير هذا الفيديو هذا وكنهضر راه على ولاد الظروف، هو اللي بقى فيا مسكين، اقسم لكم فمي بالله. على العموم معشر الثوار ما تنساوش تعطيوني الاراء ديالكم في لي كومونتير، وبقى لي غير نقول لكم كان معكم الاشال وراه ما كاين غير الحب.